بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه بقى داخله علينا كده مره واحده بالطاسه كده وفيها بصل؟ هتعملي ايه؟ هعمل لكم النهارده طواجن مكرونه بالبشاميل. بطريقه حلوه وسهله وسريعه وجميله في نفس الوقت، وتغيير عن الصواني والحاجات دي. هنا حمرت بصلايه كبيره كده ومعاها شويه جزر مبشورين من اللي انا كنت مخزناهم معاكم. وحطيت عليهم يعني ايه ربع كيلو لحمه كده. طب اللحمة ديت عاملة ليه كده؟ لا، انا اللحمة دي كانت عندي وفرماها في البيت، يعني مش جاية من عند الجزار مفرومة، فانا فرماها في البيت عشان كده طالعة بالشكل ده. كانت في الفريزر، فبحاول كده افككها كده واعصقها. شايفين العصاق شكله حلو ازاي؟ الجزر بجد مديه طعم ولون تحفة. هنا هعمل البشاميل بقى، وطبعا كلكم عارفين البشاميل اللي بيتعمل ازاي، عشان كده صورته بسرعة كده معاكم. هي معلقة 3 معالق دقيق، عليهم معلقتين سمنة او زبدة، وخلاص على كده. ولبن وشوية وكوباية لبن وشوية شوربة. ودي الطواجن بتاعتي اللي انا هعملها. عايزة اقول لكم الاكلة دي ما اخدتش معايا بالظبط 10 دقايق، كانت خلصانة بجد. هنا قلبت بقى انا المكونات كلها ببعضها، حطيت اللحمه على المكرونه على الجبنه على البشاميل، كله على بعضه كده. وهدخلهم في بعض بحيث ان هم يديني ميكس حلو كده وطعم لذيذ للمكرونه بالبشاميل بالشكل ده كده. هنا خلاص عبيتهم كده في الطواجن. حطيت كده معلقه قشطه عليهم، يعني عزيزي الطعم بقى باي حاجه اللي موجود عندك. مفيش قشطه مفيش اي مشكله عادي. هحط برضو بشاميل كده على الوش عشان الوش يتحمر بالشكل ده كده. طبعا انا حاطه جبنه موتزاريلا فيها، فهي تخليها جوسي كده وطعمها ولا اروع من كده. بجد الجبنه الموتزاريلا دي بتعزز الطعم جدا وبتدي طعم حلو قوي. هحط تاني على الوش على فكره، على وش الطواجن كده شويه جبنه موتزاريلا بالشكل ده كده، على حسب اختيارك بقى. يعني انت لو عايزه، لو بتحبي مثلا البيض واللبن، اعملي بيض ولبن. بس انا ما بحبش خالص البيض مع البشاميل خالص، يعني ما بحبذوش نهائي. انا عندي احط حته قطعه زبده كده على الوش او قطعه قشطه وخلاص على كده، او اكتر البشاميل قوي على الوش بحيث ان هو يديني طبقه سميكه كده بتبقى طعمها لذيذ وحلو قوي. هنا حطيت برضو شريحة جبنة تركي كده صغيرة، بس ما كترتش عشان طبعا ما تديش ما تخليهاش مالحة قوي. ف وطلع لي الطواجن بالشكل الجميل ده، وتغيير عن الصواني والحاجات دي. تعملي بقى لكل فرد عندك في العيلة بقى الطاجن بتاعه قدامه مع طبق سلطة، والحمد لله قوي على كده. هنا شايفين بقى جماله قبل ما يدخل الفرن خالص، حلوة جدا، طريقة حلوة جدا. وما عملتهاش بالمكرونة القلم، لا عملتها بالمكرونة العادية خالص. مفيش حاجة توقفك خالص، مش موجود عندك مكرونة قلم، لا استعملي مكرونة عادية خالص وهتطلع جميلة وتحفة. شايفين بقى الجمال؟ هنا دخلتها على درجة حرارة 200 فوق وتحت، يعني شغلت الشواية مع مع الفرن من تحت، لان هي المكرونة مستوية واللحمة مستوية، كل حاجة فيها مستوية. فانا عايزاها تاخد وش من فوق وسنة بسيطة قوي من تحت. يعني تدخلي الفرن يدخلي المكونات كلها في بعضها. دي الطبقة اللي فوق، شايفين الموتزاريلا عاملة ازاي؟ عايزة اقولك ان هي جوسي جدا، وتدخلي المكونات كلها كده مع بعضها. يعني ما تحطيش طبقة مكرونة وفوقها طبقة لحمة وكده، لا لا. الحركة دي بتخلي المكرونة بتاخد طعم من اللحمة، وبتاخد طعم من البشاميل، بتاخد طعم من كل حاجة، فتبقى جوسي معاكي بالشكل ده كده ولذيذة جدا. عايزاكم بقى تجربوها بالطريقة دي وتقولي لي رأيكم ايه. هي تغيير مش اكتر، احنا عارفين طبعا ان كلكم شاطرين وامارات وبتعرفوا تعملوا كل حاجة، بس انا بحب اي حاجة جديدة اعملها، اشاركها معاكم يعني، وتقولوا لي رأيكم فيها ايه بالشكل ده. عايزة اقولك ان هي كان شكلها طالع من الفرن بيشهي جدا جدا جدا، بجد كانت تحفة.
مش هتحتاجي جنبها بقى ولا بانيه ولا اي حاجة، لا احنا كده حلو قوي. شايفين منظر المكرونة عامل ازاي، والجبنة الموتزاريلا مدياها صوص ناعم كده وطعمه ولا اروع بجد. بجد الجبنة الموتزاريلا دي اضافة حلوة جدا للمكرونة بالبشاميل، اضافة حلوة جدا. بالشكل ده كده الطاجن جوسي كده. انا كان نفسي ادوق معاكم بس طبعا عاملاها وانا صايمه فما عرفتش ادوق خالص. شايفين الجبنه الموتزاريلا بتمط ازاي. كتري بقى، عايزه تكتري كتري، عايزه تقللي قللي، دي حاجه في ايدك. بس انصحك ما تزوديش قوي الكميه قوي في الطواجن عشان ما تطلعش منك على الحروف زي كده. انا هكتفي معاها بشويه خس كده كابوتشا وطبق مخلل من اللي انا كنت عاملاه معاكم ده. كان احلى مخلل ممكن تدوقيه بجد. وخلاص على كده وحلو قوي كده، احلى وجبه فطار ممكن تعمليها وفي ثواني. لو عجبكم بقى الفيديو يا ريت تحطي لي لايك وتعليق حلو كده منكم وعشان تشجعوني بيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.